أهلا معكم روب. بغيت نعاود لكم واحد الحكاية من الحكايات اللي عشتهم في بعض الأوقات. كنت عايش في ميريكان، وواحد النهار في الليل كنت أجي نخرج نضرب شي دويرة، نهز معايا قهيوة، كنهبط نضرب شي كويرو ونشرب قهيوة وكنبقى نتمشى. مرة كنديرها غير من لاطيراس ديالي. أنا ساكن في واحد الشارع مخبي مظلم في واحد المدينة صغيرة في ميريكان سميتها راد كريك. وهاد المدينة هادي جات في واحد البلاصة اللي ما فيهاش زعما الضوضاء بزاف، فيها الغابات ديال الصنوبر. المهم انا كنت ساكن في واحد الشارع عبارة عن شارع اللي فهمتيني طويل، فيه ديور عمارات كل ديال 2 دبقات 3 مظلمين، اغلبية ديال العمارات بقاو مخربين. كنهبط من تحت، كان ساكنني تحت مني واحد الجار، ولتحت كاع في الريد شوسي كان ساكنه واحد الجارة ضعيفة. المهم حتى داك الجار كان ترونكيل، غريب ما كيهضرش ولكن ترونكيل، ما عمرني شفت منو الصداع. وتا انا انسان ترونكيل، تا انا شي حد تا حد ما كيهضر مع تا حد. تقليل ديك الجارة الثانيه الا كانت بحال هكا داخله شي مره قالت السلام ولا سولتني على شي حاجه بسيطه. مي في مرات قليله في السنوات كامله اللي عشت فيها في هاد المدينه هادي وفي هاد العماره ما كانت شي حاجه زعما اللي ديتاي. على اي حال المدينه اللي في حد ذاتها رايت كريك كانت مدينه آه هي كبيره ولكن كبيره بالطبيعه. اما الديور جو بحال شي مجمعات مجمعين. وهذا الشارع هذا اللي كنت فيه انايا فيه بحال العمارات كيف ما قلت لكم، تيكون خاوي كيصفر. اغلبيه ديال الديور كتلقى فيهم دي كوبال ولا شي واحد ساكن بوحدو ولا شي مرا كبيره شي راجل كبير. ما كاينينش الدراري الصغار، العائلات اللي جون كيكونوا كيخدموا كيتكونسونطراو في المدن ما كاينينش. انا بحكم الخدمه ديالي كنت كنضرب واحد الخدمه فيها تماره، كنت كنخدم في العواد والحطب، كنقطعوهم دوك العواد غلاط ديال الصنوبر وكيجيو الكاميو كنشارجيوهم. كنضربوا 8 ساعات ديال الخدمه في النهار، كنتخلصوا مزيان. ولكن الحطيب كيحطبوا علينا التماره ديال بصح. صافي تنمشي تندخل للدار تضرب تدويشه كنتكا، عندي كونيكسيون، المهم نقرا كتيبات، نتفرج مره عايش الحياه السعيده ايزولي على العالم. المهم قلت لك سيدي ديك الليله خرجت هبط كويس ديالي، جالس كنتمشى كنشوف الهيه. كاين واحد العمارات بعاد كيبانوا لينا بعاد بزاف علينا، وما جاو في مدينه اخرى، ولكن بحكم اننا حنا جينا في ديك المدينه حاضره فيها الديور والمباني حاضرين وفيها غير الغابات، كيبانوا لنا واحد العمارات ديال الكراد سيال كيبان لك الضوء تيلمع وتيبري من البعيد بحال شي نجيمات في السماء كيبانوا لك. المهم داك النهار كان البرد، داك الليله تقريبا ديجا انا تنقول لكم راه كنت خارج، كانت ديك الساعه شي 2 الليل باش خرجت، كان الريح. المهم غادي حتى في الشارع ديالنا كاينين شجيرات ديال الصنوبر مفرقين، وإلا كتسمعهم كيبقاو يديروا داك الهمسات داك الريح وتيتخرششوا داك الشجيرات. والغابه اللي كانت حدانا كانت غابه مخيفه، واخا كنت كنمشي عارف واحد الطريق تنمشي تنخدم فيها فين جد المكان اللي كنخدموا فيه وكيجيو الكاميوات. وعندنا واحد بحال شي كوخ دايرينو فيه البيرو فين دوك لي ريسبونسابل اللي تيقيدوا شحال خرج ديال العواد، شحال دخل، شنو درنا شنو فعلنا صافي. المهم كنت عارف داك الطريق تنمشي ليها ما كنبدلهاش، كنمشي تما الخدمه ونرجع من نفس الطريق. كانت حدا واحد المخبزه مره كندوز ليها عند تخبيز كوميرات مقرملين، كنت ساكنه فيها واحد البرتغاليه تما دار ساكنه فيها، وتحت الفران راجلها قولي كيطيب وكيعجن وهي كتجلس في لاكاس. على اي حال صافي وحدانا بطبيعه الحال كاين في الدار حتى هو، وكاين سوبر مارشي صايورين، ولكن المهم قاضيين الغرض. انا المهم تنهضروا على الغابه ما كنتش كنتوغل فيها. مره هكا كنمشي كنبغي بحال هكا نهار لي داي اوف ديالي تنمشي نجلس فيها كنتمشى، ولكن ما عمري ما تغولت فيها. كتبان لك انفيني، كتبقى غادي بدون نهايه. حتى كنبقى نشوف بعض المرات كندخل راسي كنقول عندك غنمشي نتلف ولا شي حاجه ما نرجعش، حتى كندير دومي تور وكنبقى راجع. كنت كنهز شي عود وكنبقى غادي في الطريق، ومع ديك التربه ديالها فيها شويه كحوليه داك التيرس كنبقى نخرط بداك العود بحال كندير علامات انديريكتومون. بعض المرات كنبقى جار وداير خط طويل وانا غادي صافي ترجع في حالي. ولكن ما عمري كملتها وما حافظهاش، ما يمكنش تحفظها، تخاف يخرج لك شي دب، يخرج لك شي
تاع شنو كاين. وصافي وديك الليلة ما كان حتى شي واحد في السكان ديال المدينة ديال ريد كريك. ما كانش ما كانش زعما خارج ولا كيتمشى ولا شي حاجة. غير هو هاد المدينة هادي اللي قلت لكم غادي تولي من أشهر المدن اللي اللي معروفة في الميريكان، ويولي هي اللي كيهضروا عليها الأخبار والقنوات الأمريكية كلها تولي تهضر عليها. وهادشي كله بسبب واحد القصة غادي تبدا. أنا غادي نعاودها لكم. كان سيدي تما واحد الراجل كان تيقولوا ليه ايتان بلاك، ساكن تا هو معانا في المدينه، ولكن هو كان ساكن في الطرف في الجهه ديال الغابات. وانايا ماشي مره ماشي جوج كنت كندوز من داك الطريق، هو الطريق ديال دارو كانت جات جايه وسط الشجر ديال الصنوبر بزاف داير بها. كاين واحد الطريق صغير زويون كدوز فيه الخشب من الجناب وداك الشيء. وانا شحال مره كان كيعجبني ندوز من تما، وكان خصوصا واحد الكريسي صغير كنت كنمشي كنجلس فيه. ولكن كنكمل المهم ما تنطولش، هي كتبان لي ديك الدار شحال مره كتبان لي وانا كندوز من تما بالليل. وهنا فين يوقع واحد المشكل اللي عنده علاقه بيا انا، ولكن غادي نعاود لكم من بعد حيت غيدير واحد القصه واحده اخرى. ولكن انا نرجع لكم لهاد السيد كان ساكن في ديك الدار، كانت عنده تقريبا الثلاثينات، عنده شي 32 عام بحال هكا. كان طويل، كنت كنشوفو هكا في النهار مره كيبان ليا طويل غادي يمشي للخدمه ديالو. كان كيلبس مزيان، كان كيهضر مؤدب تايق في راسو سيريو، كيبتسم الا قالك السلام يسلم على الناس معروف تما. وهو كان مستشار قانوني، داكشي علاش كان معروف بزاف الناس كانوا كيستشروا معاه في شي حوايج. وكان هو مستشار قانوني في واحد الشركه كبيره كانت بريفي، شركه خاصه. وكيف ما قلت لكم كان معروف عند الناس، عنده ديك الصوره ديال انه مثقف، كان كيبغي يقرا. دوك الناس اللي كيقراو الكتوبه كيديروا العمل التطوعي، وعمر شي حد زعما غادي يشك فيه في شي حاجه، يعني كيعطي صوره زوينه. ولي ما عمر شي حد يقول هذا راه موراه شي حاجه ولا شي اثر. كان كيبان انسان طبيعي سيفيليزي، الابتسامه، العقل ناضي. وما عمرو يقول شي واحد راه فيه شي غموض ولا شي حاجه، ما كانش فيه داك الغموض اللي يقدر يخلي الناس يشكوا فيه. المهم كان كيعيش في ديك الدار اللي قلت لكم، دار ديال الخشب. هي مبنيه هكا فيها بحال شي شكل ديال دوك الديور ديال ميدييفال، فيها ديك القبه الفوق، وداير بها واحد الطراس بحال دوك البيبان ديال داكشي دويسترن بحال هكا كي قدرت نوصفها لكم تقريبا. كلها ديال الخشب كري، كانت مصبوغه بالكري، وكان داكشي كاش مع الشتا وهادي بقى هكا. دارو كانت دايره بالشجر ديال الصنوبر، وما كانش يوصل حتى شي واحد من تما. انا واقيلا يمكن هو الوحيد اللي كنت كندوز من تما، ولكن انا كنت كندوز قبال كاع ما نعرفو. كنت كيصحاب ليا ديك الدار مهجوره، فهمتي، ما تيكون فيها ديما الظلام حتى بالليل. انت ندوز مع الجوج، يمكن تيكون هو ناعس طافي الضو ولا الله اعلم. المهم حتى ديك البلاصه ما كيدوز منها حتى شي واحد. ومن بعد غادي نعرف بان الجيران زعما ما كانوش كيديرونجيوه ولا شي حاجه، كيقولوا يمكن هو هذا واحد الانسان ما عندوش مع البشر، والصداع ما كان كيجي للمدينه الوسط فين كنا ساكنين حنا هنا، زعما قريبه فين كاين مول الحانوت وكاين سوبر مارشي الدار وداكشي. ما كانش كيبان تما، وكان ساكن تما. ملي كيجي لخدمته كيدخل كيخرج من خدمته يمشي بابتسامه. والناس كانوا كيحترموه، تيقولوا هذا راه عزيز عليه العزله الطبيعيه ديالو كيمشي. داكشي علاش عايش تما، اختار ديك الدار وديك الحياه بحال هكا. حتى واحد ما عمرو ما سولو شكون انت، واش انت تعرف شي حد ما عايش، مزوج، مطلق، عندك ولاد، ما عندكش، علاش عايش بوحدك. حتى واحد ما كان كيسولو. كل صباح هو كان كيفيق تيخرج تيمشي مع 7 الصباح، تلقاه غادي ناضي لابس مزيان، تيلبس الكوستيم ديالو في الزرق، دايما داير الكرافطه ديالو حتى هي غالقه. كيهز واحد الشكاره ديال الجلد، حتى ديك الشكار القدام ديال الجلد ديال بحال شي محامي، وكيسلم على الناس عادي. وتيهز الطوموبيله ديالو، كانت عنده واحد الكاديلاك قديمه كانت كتعجبني. كاديلاك ديما كيمشي بها كحله. صافي كان كيدوز ديما من واحد الشارع كنا كنقولوا ليه سايدر افينيو. صافي تيمشي من تما حتى كيبقى واصل وسط المدينه فين كاين البيرو وداكشي د الشركه.
صافي كانوا هما مدينة لاصقة علينا زعما المهم كاينة واحد المسافة ولكن كيمشي ليها بحال أي موظف عادي. صافي ومنين بالليل كلشي زعما تيكون بالليل تيتبدل فهمتي بحال ملي كتجي ديك في المدينة عندنا في ريد كريك بحال كتشد مدينة في النهار ما عندها علاقة هي بنفسها المدينة ولكن كتولي مدينة واحدة أخرى مختلفة بالليل. وأنا واحد النهار أسيدي كنت غادي من تما بالليل هكذا بان ليا شاعل واحد شوية ديال الضو خافت كيتحرك بحال شاعل شي شمعة كيبان ليا شوية د الخيال واحد الشراجم صغير. حتى ديك الشومبر بانت ليا معزولة الفوق وصغيرة في الدار ديالو فهمتي الحيوطة ديالها كانوا مع داك الرفلة ديال ديك الشمعة ولا ديك البولي اللي كانت شاعلة تيبانو ليا بزاف. واحد الحيط كيبانو ليا فيه هادوك الخرائط مرسقهم فهمتي وملصقهم وداك الشي مرتب داك الشي ديال لي بينيس وداك الشي و حاطهم وصافي. المهم صافي انا عادي شفت داك الشي مشيت في حالاتي ما تسوقتش ما فكرت في حتى شي حاجه. ورا سيدي هادشي غيكون عنده واحد العلاقه بواحد السيد واحد اخر. واحد السيد كان تا هو كان عايش بحال تقول في الجهه المعاكسه فين كان عايش الاخر ايضا. كان عايش في هاد السيد هذا كان سميتو مورغان. إلا بقيت عاقل يمكن كان سميتو جاك مورغان. تا هو كان خدام تقريبا تا هو في واحد البيرو شي 15 عام في واحد القسم ديال الجرائم الكبرى اللي كتحمق ميريكان. وكان معروف هاد السيد جاك مورغان كان معروف بانه واحد الانسان ما كيتفاكش فاش كيشد شي قضيه واخا يبقى معاه 60 عام حتى كيجبدها. كان معروف بالدقه ديالو الشديده وعدم الاستسلام ديالو لاي لغز كيكون شي لغز كيبقى حتى كيجبدو. وكان معروف لانه كان كينجح في حل عشرات ديال القضايا اللي كانت مستعصيه وعجزوا عليها في ميريكان وكانوا كيحولوا عليه حتى من مدن اخرى وكيعطيهم راس الخيط. المهم ولا شخص فهمتيني جاك مورغان ولا معروف فهمتي كلشي كيحتارمو داخل الجهاز ديال البوليس. واحد النهار في الصباح غادي يجي جاك مورغان غيجي واحد لابيل من مركز الشرطه وما يطلبوا منه الحضور. قالوا لي اجي المنتزه ديال ليك باين. وهذا المنتزه ديال ليك باين كاين عندنا حنا في المدينه في الريد كريك ديالنا. هذا المنتزه فيه واحد لاغونا واحد بحال تقولي واحد اللاك فهمتي تقول لاك بحال هكذا لاك كبير نيت كان معروف. وهذا المنتزه كان كبير ومدور وكان جا وحداه واحد بحال شي بحيرة واحد بحيرة كبيرة حتى هي هادئة. وكانوا الناس كيمشيو لديك البحيرة في العطلات كيمشيو يديروا البيكنيك باربيكيو هادي مع وليداتهم يلعبوا كورة ملي كيكون الربيع. وفي الصيف اللي كان الجو بحال هكا زوين شي نهار. ومنين المهم نرجعوا للسيد مورغان جاك مورغان عيطوا ليه قالوا ليه اجي ولكن البلاغ ما كانش واضح ما فهمش يعني حيت النبرة ديال داك الضابط اللي عيط ليه بحال قلت زعما ما عطاش شي حاجه قال لي راه شي امر زعما شي حاجه مختلفه هاد المره هاد الموضوع هذا مختلف. صافي جات واحد السياره ديال الاسعاف السياره ديال الشرطه والسياره ديال الاسعاف جو بسرعه وقفوا تما حتى بدينا كنسمعوا الصواتات والصداعات. بداو الناس كيخرجوا كيطلعوا كلشي خرج حتى انا خرجت منه ومشيت. كان ديك الساعه شي 10 د الليل ولا 11 د الليل بحال هكا. صافي هما يبداو كيديروا التطويق ديال المكان حيت فاش وقع شي حاجه في الميريكان كيديروا التطويق البوليس وكيديروا ديك لي غوباليز دوك الشرائط اللاصقات اللي كيكونوا فيهم الشريطات في الصفر والبياض ولا الحمار ولا هادي كيكونوا كيدوروهم على المكان. بعض المرات كيقطعوا الطريق حتى الدار ديالك ما تقدرش تخرج منه. كيجيبوا واحد لي كوموندو كيهزوا واحد اش كيقولوا لهم دوك لي بيل كبار تيضويو بحال دي بروجيكتور وكيبقى يشوفوا الا كان شي واحد كيطلع من شي شرجم كيعميوه بداك البروجيكتور ما كيخليوهش يشوف بالعاني. وكيهزين السلاح ودايرين لي كاغول. المهم ديك المره كانوا داروا غير لي غوباليز دونك بنادم ممكن يخرج ماشي حيت باقي ما عرفناش شنو. يلاه جات سياره اسعاف.
صافي المهم داروا داك الشريط الصفر اللي قلت لكم الغوباليز، وبداو دوك لي زيكسبير كاينين لي ديك لو ميدسان فورانس بداو كيقلبوا اطباء الشرعيين كيقلبوا على الادله الجنائيه وكيفحصوا ديك البلاصه، كيجمعوا الاثار كتب لهم شي حاجه طايحه اللي كان. صافي ولا السكات تما الناس كيشوفوا كلشي مخدوع كلشي كيقول شنو هذا. جيت انا بحال هكا، واخا انا كنجي كنبقى هكا معزول ما كنزيدش عليا الزحام ونتضيق مع عباد الله، كنشوف هكا كنشوف الحركات ديال الناس كيقولوا وكنشوف داكشي من البعيد. وتا واحد من الناس كاع اللي كانوا حاضرين ما كانش عارف بان هذه هي البدايه ديال واحد السلسله طويله من التحقيقات اللي غادي تولي عندنا في المدينه ديالنا ديال ريد كريك، اللي غادي تغير الحياه ديال كلشي ومنهم انا. اييه. المهم وقف داك المحقق جاك مورغان تيشوف البلاصه بحال هكا، كيطرطق عينيه ماشي راه كيحضي كلشي، اي حاجه ديك الساعه كيوليو بحال كيفيزيو كلشي كيشوفوا شنو لابس باش ما يضيعوش الفرصه، حيت بعض المرات راه كيكون شي واحد دار شي حاجه كيكون وسط الحضور وكيمشي ما كيعيقوش به، ما هما كيبقاو حاضرين. قوة التجربه كيوليو يحضيو كلشي، كيحضيو مع كلشي. المهم داك المحقق جاك مورغان بقى واقف كيتامل المكان، كيشوف بعينيه بطرطقهم، كيرد البالو بكل هدوء. واحد الوقيته كيقول هذيك واحد الزميله ديالو في العمل محققه حتى هي كاينه معاه، كانت معروفه حتى هي في المدينه سميتها ايمي كارتر. قال لها راه ما بغيتش حتى شي استنتاجات متسرعه ولا شي حاجه، قال لها جمعوا كاع الدلائل اللي قدرتو خصوصا الدلائل الصغيره قبل الكبيره، راه قال لها في قضايا كبار راه تتبدا الحقيقه دائما بتفصيل ما كيلاحظو حتى شي واحد، شي ديتاي صغير راه يقدر يفك كلشي. وفي ديك اللحظه منين هما تيهضروا وحنا كنشوفوا هادي على بعد تقريبا واحد 300 ولا 400 متر وبحال هكا حتى 500، المهم بحال هكاك في وسط الغابه مع الضواوات. هذا كان واقف واحد الراجل غادي يردوا ليه البال، كلشي بدا كيشوف ما معروفش، كان واقف ما بين الشجر ديال الصنوبر وجالس كيشوف وبقى كيشوف الطوموبيلات اللي كيشعل الاضواء، المهم اتجاه ديال طوموبيلات البوليس الاسعاف وداكشي. هو يبتسم واحد الابتسامه بحال هكا، هو يزيد هو يقلب، هو يدور وجهه زاد ويغبر فجأة، غبر في وسط الظلام خلى ليهم الريح. بقاو تيقولوا شكون هو هذا، بقاو كيجريو البوليس ما لقاو حتى شي حاجه، غبر عليهم شكون هذا الراجل اللي زعما سبق البوليس وكان تما في ديك اللحظه، كان ديجا هو قبل ما يجوا حيت كان قريب هو لديك البلاصه. ويلي تاش هادشي علاش كيفاش هادي، هادو هما المعلومات اللي غادي نعرفوهم من بعد. انا غنكمل لكم صافي. لقد ليه سيدي مشاو داك النهار، دخلنا داك الليل، حنا مشينا دخلنا في حالاتنا، الناس دخلوا في حالهم، انا عييت مشيت انا دخلت من الاول مشيت في حالاتي. ونسيت بعدا واحد القضيه ما عاودتهاش، هو انه قبل كاع ما نمشي ديك الساعه كان بقاو كانوا باش كانوا كيبحثوا داك الشيء، وطاحت واحد الضبابه ما يمكنش ما كاينه تما هذيك البحيره اللي كنقولوا لها ليك باين، كانت بدات كتغطى الماء، عرفتي الا ما كنتيش كتعرف بان البحيره تما تقدر تمشي على رجليك تلقى هابط في الماء. بقوت الضبابه اللي هبطات جات صعبات عليهم المسؤول المأموريه باش يبداو يبحثوا ويهزوا دوك الاثار ولا هذه الادله الجنائيه. المهم واخا هكاك هما راهم متدربين، بداو كيقلبوا عندهم الضواوات وداك الشيء، كيصوروا كيرسموا كيديروا خرائط، تيديروا داك الشيء بدقه، شي راه كلشي ما تيزقلوا حتى شي حاجه. المهم واحد لقيتها كان هذاك المحقق جاك مورغان كيشوف وساكت، وكيف ما قلت لكم اي حاجه كيشوفها اي تفاصيل. ويجي عنده هذيك الزميله ديالو في العمل اللي قلت لكم سميتها ايمي كارتر، وهي هز الدفتر وكتدون وكتقيد فيه، وهي تقول ليه راه ما كاينه حتى شي اثار ديال الاقتحام هنايا ولا شي مدابزه، زعما حتى شي حاجه ما واضحه، ولكن راه لقينا اثار ديال الاقدام ديال جوج ديال الاشخاص على الطريق اللي فيه التراب غادي اللي كيدي للغابه، واحد الطريق مضيق فهمتي. ولكن بطبيعه الحال واحد الوقيته كتوصل ديك الاثار كتغبر فجاه، ما بقاش الاثار بحال طاحت بحال تمسحات بالقومه وحدها. كان واحد بحال قلتي شي واد صغير كيدوز منه الماء،
كان حدا ديك البلاصة تما صافي تحبسات ديك الآثار. هو يقول ليه هذاك الجاك تحنا وبقى كيقلّب تما في الأرض وداك الشي، هو يقول ليها الغريب هو أن هاد الآثار مول هاد الآثار هذا كيعرف كيفاش يمسح الآثار ديالو والخطوات ديالو، هذا راه ماشي فعل ديال شي واحد زعما غير عشوائي وهرب ولا شي حاجة، هادشي راه مدروس. وعاد كانت الصحافة تجمعات وبداو كيصوروا، كانوا الصحافة فاش كتجي كيبداو يصوروا كلشي تا هما بنادم. صافي أنايا قلت نمشي بحال هادشي مكاين لا شي يصوروني، أنا ما عندي ما ندير تما كاع. صافي هي هاديك فاش مشيت بحال هادشي. على أي حال نرجع لكم، لا قلت ليه سيدي مع ديك جويه 12 ديال النهار وهادي دابا غادي نبدا نعاود لكم شي حوايج اللي وقعوا اللي تعاودوا. مع ديك 12 ديال النهار كان داك ايثان بلاك كان جالس في المكتب ديالو. ايثان بلاك هو صاحبنا اللي عاودت لكم عليه في الاول، مول الدار اللي جات وسط اشجار ديال الصنوبر. المحقق، عفوا ماشي المحقق، المستشار القانوني. المهم كان ايثان بلاك جالس في المكتب ديالو لما تيعاودوا داخل ديك الشركة الخاصة اللي كيخدم فيها، وكان كيقرا الاخبار بهدوء، تيقرا الجورنال ديالو وهادي. صافي حط قدامو بيسي تا هو كيتفحص فيه، والملامح ديالو كانت عادية، وجهو كان ترونكيل، فهمتيني، تيشرب قهوة ديالو. صافي شوية ويشد ديك الصفحة وبقى تيقلب الدواسق، رجع للخدمة ديالو، الملفات كيقلب فيهم وما مسوقش لديك الهيلالا اللي نايضة في المدينة كاملة، فهمتي. صافي حيت بطبيعة الحال التحقيقات راه لا غد ليه راه مازال باقية، حيت هما بقاو الليل كامل وكيجيو فرق اخرين وكيبقى داكشي كيبحثوا على شنو كاين في النار، حيت كيطوقوا ديك البلاصة ما خص حتى شي واحد يدوز منها باش ما يمشيش تحسب عليه شي حاجة ولا يخلي اثر ديالو يكون ما عارفش. على اي حال المهم كان هاد ايتان بلاك جالس في البيرو ديالي ما مسوق من البيرو ديالو، ما مسوقش وداك الشيء. صافي ومع لي كوليك ديالو الزملاء ديالو كيتناقشوا على الخبر بقلق ومبرصطين تا هما، حيت الاغلبيه ساكنين تما. وفي الوقيته ديال لابوز ديال الغدا، في الاستراحه ديال الغدا، سمع واحد من الموظفين تيقول زعما غريب هادشي اللي وقع، والمدينه ديالنا ما مولفاش ليها، ريد كريك مدينه امنه فيها الطبيعه، ما عمرنا سمعنا شي حاجه. هو ناض عنده دار عنده هذا ايثان بلاك مول الدار اللي ساكن فيها في الغابه ديال ما بين الاشجار الصنوبر اللي كنت كندوز من حدا دارو. ناض قال ليه، ابتسم واحد الضحكه بحال هكا، فهمتيني، ابتسامه خفيفه بحال ديك الضحكه الصفراء. هو يقول ليه اربع المرات، قال ليه هذاك الاماكن اللي كتبان لك نتايا اكثر هدوءا راه هي اللي كيكونوا فيها اكثر الاسرار وكتخبي بزاف ديال الاسرار. وتا واحد ما انتبه لديك الهضره ديالو، داك التعبير ديالو. ولكن بقات كانت واحد زميله ديالو كانت سميتها ساره. هذيك ساره بقات هذيك تدور ديك الكلمه ديال ديك الجمله اللي قال، بقات كدورها في راسها، فهمتيني. اصلا النبره ديالو باش هضر وقالها كانت مختلفه على اللي كيفاش مولفينو كيهضر. وهي لاحظات هاد القضيه، حيت كاينين اشخاص اذكياء راه الا بدلتي النبره ديالك كي ديتيكتيو هذيك القضيه في البلاصه، استشعروها. المهم الشرطة كانت باقا مواصلة الأبحاث ديالها، وجون مورغان بقى تا هو النهار كامل تما تا العشية، تا ديك 6 د العشية ولا شي حاجة، ورجع للمركز ديال الشرطة. دخل لقى الفريق واحد آخر تا هو جالسين كيديروا شي تحليلات وكيبحثوا، وعرضوا عليه بعض المعلومات، وما كانتش الأدلة الصراحة كثيرة. ولكن المهم واحد من لي تكنيسيان كانوا تما قال ليه راه كاينه هنا واحد الخريطة، هز صبعو وين يشليه، قال ليه في هاد البلاصة هادي بالضبط راه كانوا الناس البارح سمعناهم كيقولوا بأنهم لفت الانتباه ديالهم واحد الطوموبيلة كحلة، كاديلاك كحلة راه دازت من تما غير قبل ما يجيو هما شي وحدين يشهدوا بهاد القضية هادي. صافي هما كانوا في الحديقة تما حدا الليك، حدا داك البحيرة. وهي هذيك المهم قال لهم هذاك مورغان، قال لهم زعما واش ما كايناش شي كاميرا ولا شي حاجه اللي شدات الطوموبيل. قالوا ليه لا، مع الاساس ما شداتش شي كاميرات. الكاميرات اللي كانوا شدوه في واحد البلاصه بعيده وواحد لونغل بعيده وزاويه اللي ما شداش مزيان السياره، ولكن شدات شي شويه السياره واحد الجانب منها.
ويقول لهم جاك مورغان حتى شي فوطو حتى شي حاجه غير هاد اللقطه هادي. وقال لهم راه وليا نشوف هذيك داك الفيديو اللي تشد من الجن. صافي آه، عطاوه. قال لهم انا نشوف الفيديو. عطاوه ليه بقى كيشوف فيه شويه ويقول لهم ديروا شي كبير ديروا الزوم على هذا الفيديو هذا على السياره بحال فيكساو الصوره وداروا عليها الزوم. من لهم طوموبيله قديمه كحله، الكحل ديالها كيبري. ولكن كانت بعيده الصراحه، ما شدوش الهويه ديالها لا ماتريكول حتى شي حاجه. هي هذيك. وديك الليله كان طبيعه الحال الشتا، كانت الشتا بدات كتصب صافي وكتضرب النوافذ ديال الشرطه. تنهضر لكم على الليله الثانيه طبيعه الحال. الاداره ديال الشرطه النوافذ ديالها بدات كتزعزع. وهي يجي جاك مورغان جات واحد الرساله ورقيه مجهوله مكتوبه فيها تحطات في الصندوق ديال البريد الخاص ديال القسم ديالهم ديال الشرطه بلا ما يلاحظ حتى شي واحد، وما شافوش شكون اللي حطها. هو يحل ديك الرساله وراد بالو يمكن تكون فيها شي حاجه. صافي منين حلها لقى واحد لاكارت بيضاء بحال شي كارت فيزيت ومكتوب عليها بخط كلاس. هذاك اللي كاتب مزيان. هو يقول لهم فيها، قال لهم راكم تتقلبوا في البلاصه الخطا، والحقيقه راه ما كايناش جهه البحيره بحال هكا. هو يتصدم، بقى كيشوفوا عينيه محلولين. كيفاش؟ واش هذا باغي يلعب معانا ولا شنو؟ ما ديك الرساله كان فيها غير هاد الجمله، ما فيها حتى شي حاجه اخرى، ما فيها حتى شي بصمات، ما فيها شي سينياتور. ولكن رسم حدا واحد الحاجه اللي غادي حتى هي تثير الانتباه ديالهم. رسم لهم واحد الطوير صغير بحال الغراب صغيور وكحيحل وقف واحد الغصن ديال الشجره. وداك الغصن ديال الشجره شجره يابسه ما فيها لا وراق لا والو. بقاو كيشوفوا. وقد جاك مورغان تيقول القضيه هذه اول مره تجيني شي حاجه بحال هكا، بالرغم من القضايا العسيره اللي دويت في حياتي وهذه. المهم جاك مورغان هو يشوف هذيك الزميله ديالو ايمي كارتر، بقى كيشوف فيها حتى هي بقات كتشوف فيه كيستغربوا فهمتيني. هو يقول لهم جاك مورغان شوفوا لي دابا الكاميرات ديال الاداره كاملين. يشوفوا مشاو باش يقلبوا لي الكاميرات، لقاو ديك اللحظه هو فاش واحد الوقيته فاش باينه تحطات الورقه تقطع الضوء 2 دقائق على الكاميرات. 2 دقائق وباينه ديك هي اللحظه فاش تحطات الورقه، يعني ما عرفوش شكون. المهم ولات ديك المدينه ديالنا الصغيره ولات هي الحديث ديال جميع القنوات الامريكيه. صافي ولينا متبعين داكشي لايف، ولينا كنتفرجوا. المهم تيبينوا كاع الاحداث اللي كتوقع. شي حاجه دايرين الشاشه فيها 34 الف شاشه، كتبقى تشوف الشاشه مقسومه بحال انت حاط كاميرات وكتفرج لايف. راكم عارفين الميريكان. هذيك جويه 12 11 وربع بحال هكاش 12 45 دقيقة ديال النص ديال الليل مع 12 د الليل و45 دقيقة. قول الوحدة الا ربع. مع ديك الوحدة الا ربع كنشوفو في التلفازة واحد الطوموبيلة كحلة وقفات قدام المقر ديال الشرطة ديال مدينة ريد كريك. صافي وهبط منها واحد الراجل تقريبا عنده ديك منتصف الخمسينات شي 54 بحال هكاك من العمر ديالو، لابس واحد طرواكار طويل كحل وهز واحد الباليزة كحلة. صافي هو يدخل هبط من الطوموبيله ديالو هو يدخل لداك المبنى العمارة ديال البوليس. وهاد الراجل هذا معروف، هو كان سميتو ريتشارد هولمز، كان عميل خاص ديال الاف بي اي. كيبينوه في التلفزيون داخل ويتلاقى جاك مورغان المحقق. دخلوا لواحد الغرفة ديال الاجتماعات هي هذيك، وبدا كيوري شي خرائط معلقين في الحيوطة وداك الشيء. واحد الوقيته هما يطفيو الضو يتبان واحد الخريطة في وسط الحيط فيها غير ضواوات ملونة شاعل فيها الضو بوحدها وطافي الضو في الغرفة. كيبين ليه داك المدينة كاملة كيبينها ليه. واحد الوقيته داك ريتشار بنت ليه واحد النقطة تارت الانتباه ديالو قريبة الأماكن اللي فيها خطوط السير. هو يوقف حداها تتبان ليه واحد النقطة، وبالضبط فين جات في واحد البلاصة تيقولوا ليها كان صناعية. ديك البلاصة فيها
مكان صناعي بحال اللي كنخدم فيه، وسميتها ايرون فالي كيعيطوا ليها، حتى هي كنعرفها. هو يشير ليها بيديه بواحد الطريقة غير مباشرة لديك المنطقة، وقال ليه هاد البلاصة كتبان بحال مهجورة شي سنوات. المهم ما بقاش بحال هكا، داك بدا كيفكر فيها. المهم نغد ليه في الصباح من بعد كتواصل الابحاث وداك الشيء، كنشوفوا داك الشيء لايف في التلفازه، كنمشي للقهوه كنتفرج كنلقاهم طالقين كيبينوا لينا واحد 3 ديال الطوموبيلات ما فيهم لا علامات ديال البوليس لا والو، خارجين سبيسيال داك الشيء، ما فيهم لا شعارات رسميه لا والو، ما يمشيو لداك ايرون فالي. بقاو غاديين، كانت تما الديور والعمارات هذاك الشيء مبنيين قدام، مخرشش داك الشيء مغطيه والغبره، الشراج مهرسين، ديك البلاصه مهجوره وفيها حي صناعي اصلا تعتبر فهمتيني منبوذه، منطقه منبوذه وخطيره اصلا بالليل ما خصكش توصل لها. المهم كل شيء ولا فهمتيني منتابه بحال شي حاجه غريبه غادي يكتشفوها تما، شي دليل ولا شي حاجه ولا شي نشاط غيلقاو شي حاجه. المهم كان عندهم واحد بحال شي حاجه تجذبهم داك البلاصه، وبزاف ديال الاذاعات خداو الاكسكلوزيفيتي باش ينقلوا هاد الاحداث لايف. داكشي علاش كنا كنشوفوا داكشي نهار على نهار، تنعاودوا لكم بحال الا كنت معاهم. المهم تيبينوا لنا واحد الوقيته واحد الفريق ديال التفتيش اللي مشاو في دوك 3 ديال السيارات، دخلوا لديك المستودعات المهجوره، وواحد الضابط فيهم كان ذكي تبارك الله، باللي واحد الباب ديال الحديد مسطي ومدفون ما بين الصنادق، مخبي من بين الحديد، واحد الباب شي والخراني منو الحيط. بقى يتقاتل تدخل وصل ليه هو يحلو الدبز معاه واحد 5 دقائق بحال هكا، هو تيبدا كيحل فيه والكاميرامان كيصور داك الشيء. تفتح الباب هو يتفاجئ باللي واحد الممر ضيق بحال شي تونيل صغيور، وداك الممر كيدي لواحد الغرفه تحت الارض، ويتموا داخلين. دخلوا تيلقاو ديك الغرفه خاويه تقريبا، ما فيها والو، شي حاجه تخربق. فيها واحد الطابله ديال الخشب قديمه، وفيها واحد المصباح باش كيضويو معلق بحال شي بوله. المهم معلق في السقف، وعلى الجدار اللي مقابل معاه كان هذا واحد الخريطه كبيره، وديك الخريطه وهميه خياليه، دايرها مرسومه شي واحد اللي رسمها حطها تما، وهو سمى ديك المدينه بحال دار مدينه في خريطه وسماها نورد رايفر. المهم وترسمات عليها علامات في الخريطه، فيها واحد العلامات حمراء مفرقه، كل مره دايرين في واحد البلاصه دايرين واحد النقطه حمراء. وواحد الوقيته جاك قرب من ديك الطبله كيشوف فيها بحال كلقى واحد الصندوق محطوط، صندوق ديال الحديد صغيور مسدود بقفل، وداك القفل كان ديجيتال فهمتي، وما كان فيه حتى شي ساروت ولا شي تعليمات كيفاش تحلو، ولكن على الغطاء ديالو كانت مكتوبه واحد اللعيبه منقوشه بحال بشي يشد شي واحد شد شي مسمار ويكتب فيه: اذا فتحتني قبل ان تفهم الرساله فسوف تضيع الحقيقه الى الابد. بحال هكا انا ترجمتها لكم. المهم بدا كيشوفوا بحال هكا، قربوا حداه قراو، بداو كيشوفوا في بعضياتهم كلشي يتلف. واحد الوقيته هو يقول لهم ريتشارد بلاتي حتى واحد ما يقيس هذا الصندوق وما خصكمش تحلوه، خصنا نتصلوا بشي خبراء ديال الادله الجنائيه. عيط ليهم دقائق وما يوصلوا لعندهم. صافي هذوك الخبراء دي تكنيسيان جاو وعندهم يعني سبيسياليتي في الصناديق، شافوا داك الصندوق، داروا واحد الاليات باش يديتكتيو يسكانيوه، لقاو بانه هو الداخل ديالو فيه اليه ديال الانذار، تتصيفط واحد الاشارات لاسلكيه في الريزو منين شي واحد كيقيسو فهمتي. هو يقول لهم واحد من هذوك الخبراء، قال لهم هذا اللي دار هذا الصندوق هذا وحطو راه كان كيتوقع ان الشرطه غادي توصل ليه هنايا، داكشي علاش دار بحال هكا. وفي هذه اللحظه هذه غنرجع ليكم عاوتاني لصاحبنا مول الدار اللي كاينه في الغابه ديال اللي فيها اشجار ديال الصنوبر، اللي هو ايثان بلاك كان جالس مريح نعم سيدي في واحد المكتبه عموميه في وسط المدينه، جالس كيقرا كتيب ديالو ما بعيداش على الخدمه ديالو، كيقرا واحد الكتاب على التاريخ ديال المحاكم الامريكيه. سير سيدي، المهم السيد جالس ترونكيل مع راساتو ناضي وهذاك،
تيجيو الموظفين كيسلموا عليه تيبتسم معاهم بحال العاده، الابتسامه ديالو المعروفه، ظرافات انيق. ولكن اللي ما لاحظوهاش فيه الناس ولا الاصدقاء ديالو لي كوليغ ولا الناس اللي كيدوروا تما في المكتب حتى هما ما لاحظوش بانه كل شويه كان كيشوف في المكانه ديالو بحال اللي كينتظر شي خبر محدد. وهنايا فعلا غادي يصوني التليفون، ولكن راه ماشي التليفون ديال ايتان بلاك، غادي يصوني التليفون ديال المحقق جاك. فجأة صونا التليفون ديالو، وشكون اللي اتصل به؟ اتصل به واحد التكنيسيان ديال التحليل الرقمي، فهمتي؟ اتصل به قال ليه بواحد الصوت متوتر: نعم سيدي، نعم سيدي، كتسمعني؟ راه وقعت واحد القضية غريبة، راه هنايا كنا كنفحصوا الرسائل المجهولة الأولى ولقينا واحد الألياف دقيقة، وراه ما عرفناش شكون اللي صانعها، ماشي ديال شي مصنع اللي هو معترف به ولا شي رقم ولا شي ماركة معروفة في الولاية، ولكنها راه بحالها تقريبا تتشبه لواحد النوع نادر من القماش اللي كيتستعمل في إنتاج حقائب جلدية فاخرة ديال الجلد وداك الشي، وما كتباعش في المتاجر، تتباع غير في واحد المتجر واحد داخل المدينة ديال الريد كريك. مباشرة جاك غادي يصيفط الفريق ديالو لداك المتجر. في البلاصة ما عطلهمش، راقدو وقفوا على داك مول المتجر، وقفوا عنده وبقاو كيسولوا فيه. قال لهم هاد النوع ديال الحقائب راه ما تيشريهش اي واحد، كيشريوه غير شي كليان قلال عندي وهما زبائن دائمين. ولكن ما بغاش يعطيهم السميات ديالهم زعما باش يحافظ على الخصوصيه ديالهم، ولكن هما جبدوا ليه الاذن القضائي جايبين داكشي مضبوط، ويعطيه الشرطي، داك البوليسي عطاه السجل ديال عطاه الورقه ديال الاذن القضائي. صافي من تما وجبد لهم داك الدفتر اللي مسجل فيه جميع المبيعات. قلب جاك الصفحات وبقى تيشوف بشويه بشويه، كيقرا السميات كاملين، شويه كتب ليه واحد السميه كتبقى تعاود كل مره هي اللي كتعاود بزاف على مر السنوات اللي فاتوا. هز راسو هو يشوف ريتشارد، هو يقول له ايثان بلاك، ايثان بلاك، فهمتي؟ بقاو ساكتين داخل المتجر. ريتشارد ما ما بغاش يطلب منهم يمشيو يقبضوا عليه، يديروا عليه القبض، يلقيو عليه القبض، ولكن قال لهم بهدوء بشويه لهم: ماشي دابا، ما غاديش نديرو حتى شي حركه، لان السميه بوحدها لا تكفي، ماشي اثبات. الا كان هو الشخص اللي كنقلبوا عليه راه هو ذكي بما يكفي زعما باش يخلي لينا شي خير يوصلنا ليه. ولكن ما غاديش يخلي زعما شي دليل ضده اللي غادي يدينو بواحد الطريقه سهله. وفي هاد اللحظات هادي ايثان كي يبينوه داخل الباب الدار، داخل دارو، حل باب الدار، دخلها ويسد الباب ديال الخشب براقه. ديك الساعه كان الغروب، بدات كتغرب الشمس، وهو ما عارفش بان السميه ديالو لأول مرة في التاريخ غادي تحط في الطاولة ديال شي بيرو ديال المحققين في الإدارة ديال البوليس. واللعبة اللي كان كيظن بأنه كيتحكم فيها وكيتحكم في التفاصيل ديالها بدات تدخل مرحلة أكثر خطورة. صافي بقاو حتى لغد ليه حتى الصباح، يوم جديد. هو يخرج جاك مورغان، مشى للمركز ديال الشرطة بحال ديما. موراها خرج هز الطوموبيل ديالو ويمشي لداك الشارع الصغير في اتجاه في الجهة الغربية ديال المدينة ديال ريد كريك. وفين كاين داك المتجر، مشى للمتجر، داك الحانوت اللي كيبيع دوك الحقائب الجلدية الفاخرة، مشى ليها، دخل مستخفي، فهمتي؟ لبس لباس عادي وداك الشيء، دخل دار راسو زبون عادي، بدا كيتصنت مع الكليان داخل خارج. هو كان باغي يزيد يعرف شي حوايج كتر، شي ديتاي على ايضا. صافي واحد الوقيته بلا ما يثير انتباه بدا كيدور كيتصنت، كيسمع داك التاجر كيتهضر مع الكليان،
وواحد لقيته هو يمشي جبد التصويرة ديال إيطان، هو يمشي عند مول المحل وقال ليه: "واش كتعرف هاد الراجل هذا؟" مول المحل شاف التصويرة قال ليه: "الله أودي كنعرفو، هذا واحد من الزبناء ديالي اللي كيجيو ديما، والله عمرها دار ظريف ترونكيل ما كيهضرش بزاف مؤدب، تيجي ديما يشري عندي نفس الحقيبة كل 6 شهور بحال هكا يمشي في حالاتو." صافي وهاد الجواب هذا بقى مورغان تيفكر فيه في عود ما يرتاح، لا زاد ثار الفضول ديالو اتجاه إيثان. ومن الجهة الأخرى كانت هذيك المحققة إيمي كارتر اللي هي مع جاك مورغان تراجع سجلات ديال الكاميرات، جالسة كتشوف كاميرات المرور الغادي والجاي، كتقلب داكشي بالديتاي، والمئات ديال الساعات كتفليهم من المقاطع. وهي تبان ليها واحد اللقطة غريبة تثارت الانتباه ديالها، بانت ليها واحد السيارة، هذيك السيارة الكحلة هي نيت ديال أيثان، السيارة القديمة ديال أيثان في 3 ديال البلايص مختلفة، فهمتي؟ في نفس الليلة. ولكن الفاصل الزمني ما بين كل بلاصة كان صغير، يعني تنقل من هاد البلاصة شوية مشى لديك البلاصة شوية من ديك البلاصة، الوقت اللازم للانتقال بيناتهم كان قصير. المهم بقات كتعاود في دوك المقاطع وهي تقول: ويلي اش هادشي، إما كاينة طوموبيل بحالها كتشبه ليها، ولا شي واحد كيحاول يدير التضليل كل مرة يحط الطوموبيلة في جهة. صافي وهي تتصل بتشاك، وتشاك جا هو يستدعي واحد الخبير ديال التحليل ديال الفيديو، وبدا داك الخبير مع شي فريق ديال الفحص ديال السجلات بداو كيبحثوا. هي هاذيك بقاو خدامين داكشي، خدموا فيه شي سوايع ديال العمل، واكتشفوا ان السيارة اللي بانت في الكاميرا في واحد اللقطة فيها واحد الجرحة صغيرة على الباب الخلفي اللوراني، والسيارة اللي في الكاميرا الأخرى ما كانش فيها هذيك الجرحة. كان الفرق م- ما باينش تقريبا، ما كيبانش داك الفرق، الا شفتيهم هكا من بعيد ما تقولش راه هذا. يعني ان آه هادشي كيعني شي حاجة ما يمكنش. كاين جوج طوموبيلات بحال بحال، تيتحركوا بجوج في نفس الوقيته، وكيتحركوا في نفس المدينة، وحدة فيها غير جريحة وحدة ما فيهاش، وخصوصا هاد الطوموبيل ديال كاديلاك راه ما كاينينش، راه قلال. وفي نفس الوقيته كان صاحبنا إيثان بلاك جالس في الدار ديالو خشبية، في الكوخ الخشبي ديالو، جالس مع راساتو وحاط قدامو سترونج كيلعب الشطرنج، واحد الرقعة ديال الشطرنج قديمة حاطها، وكيلعب مع نفسو، هو اللي كيحرك هاد البيض قليل قدامه يحرك الاخر بوحديه، وكان كيتعطل ما بين كل واحد وواحد بحال جوج د الاشخاص كيلعبوا. وصافي وفي الحيط ديالو كانت ملصق واحد الخريطة كبيرة ديال المدينة ديالنا اللي حنا ساكنين فيها، الريد كريك. و كان ملصق فيها دوك البينيسات، دوك الدبابيس لاصقين بألوان مختلفة، ألوان صفرين خضرين زرقين حمرين بيضين ولكن الترتيب ديالها ما كانش مفهوم. وبقى كيشوف وهو يبتسم واحد الابتسامة خفيفة، الابتسامة الخفيفة ديالو، هو يهز واحد القطعة ديال السترونج وينقلها من المكان ديال المكان، هو ينقل القطعة ديال الملكة حتى المنتصف ديال الرقعة ديال الشطرنج. هو يقول واحد الثقة في النفس وبهدوء: في كل لعبة الخصم يظن أنه يطاردك، بحالك زعما كل لعبة الخصم كيسحاب ليها راه هو راه تابعك، بينما يكون هو من يسير إلى المكان الذي اخترته أنت. ولكن في الحقيقة هو راه كيمشي غير الطريق اللي انت باغي تديه ليها. والفهم يفهم. وفي العشية وقسم الشرطة وصلهم واحد الاتصال من واحد الرجل كبير كان ساكن حدا المحطة ديال القطارات، وواحد ديك المحطة كانت مهجورة، جات حتى هي في الجنبات ديال المدينة ديالنا على برا فايتز من حداها واحد المرة.
المهم قال لهم راه شاف شي راجل كان داخل لواحد المستودع من المستودعات القديمة اللي كاينة تما، وكان لاحظ بأنه كيدخل كل ليلة كيدخل تما، ولكن ما قدرش يشوف وجهه ولا يتعرف على الملامح ديالو حيت كان ظلام بزاف. المهم البلاغ ما كانش كافي لإصدار حتى شي أوامر، ولكن المهم هما صيفطوا واحد الفريق. صافي مشى هذاك الفريق فيه مشاو بالطوموبيلات، فرقة صغيرة وكان فيها جاك وكانت فيها إيمي كارتر حتى هي الزميلة ديال جاك، ومشاو لديك المنطقة وطفاو الضواحي ديال الطوموبيلات وبقاو غاديين حتى وصلوا لديك البلاصة. وكانت المحطة مهجورة ما كاين فيها حتى واحد، سنوات وهي مهجورة أصلا، والسكات تما يمكن حتى صوت الريح هو الوحيد اللي كيتسمع في داك البلاصة. صافي وكان بقى هذاك جاك بقى مريح كيشوف فيهم من البعيد، بقى كيشوف من البعيد، وتقدم واحد من الضباط ديالو مشى بشوية 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 تا دخل لديك البلاصة. كان قابض واحد البيل شعلو. صافي وجاك تيشوف فيه من بين واحد الشراج مصديين فيهم الحيز، بقى كيطل في داك المستودع. صافي كيشوف واش كاينه شي حركة ولا شي حاجة. المهم هداك الضابط دخل واحد لقيته هو بان ليه واحد واحد الصنيديق محطوط في ديك البلاصة، كيسمع شي تخرشيش. صافي ويمشي قرب 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 حتى لقى واحد جهاز محطوط فيه تيتشغل بطريقة تقليدية، واحد الجهاز ديال الصوت قديم. ويبرك ويعيط على جاك بيديه يشير ليه بحال هكا بشوية بلا ما يهضر. مشى عندو جاك دخل وهو يقلب ويلقاو داك الجهاز برك عليه، ويخرج ليه واحد الصوت قال ليه: إلا كنتو كتسمعوا هاد الرسالة هادي، هذا كيعني أنكم وصلتوا معطلين، مرة أخرى وصلتوا معطلين. وإلا كنتو كتظنوا بأنكم كتقلبوا على شخص واحد، راكم غالطين، لأن الحقيقة كبار من هادشي اللي كتخيلوا نتوما. هما يبقاو ساكتين مع بعضياتهم، كل مرة كيتصدموا، بقاو كيشوفوا بعضياتهم في داك المستودع. وجاك بدا كيشوف إيمي كارتر الزميلة ديالو، هو يقول لي هذا راه ماشي مجرد شخص زعما كيحاول يهرب داير شي جريمة وكيهرب، هذا راه كيخطط لكل خطوة قبل ما يدير بها، قبل ما يقوم بالخطوة ديالو ولا يقدم عليها كيخطط ليها. واحد الوقيته المهم بقاو غاديين خارجين، آه ولكن حتى واحد ما كان لاحظ بأن هناك كانت مزروعة واحد الكاميرا صغيرة مثبتة في واحد العويد حاطينها، وكانت كتصور كاع التحركات ديالهم مباشرة لواحد الشاشة مجهولة في مكان آخر. وداك المكان آخر كان فيه شي شخص جالس في الظلام وتيراقبهم وساكت. وصافي شوية هو يسد مع راساتو ديك الشاشة وهو يبتسم ديك الابتسامة الغامضة. من موراها غادي يخرجوا في حالاتهم، وغادي يبان ايثان بلاك. المهم ما غاديش نقولوا ايثان بلاك، ما يمكنش نجزموا بانه هو، ولكن غيبان واحد السيد الفوق شاد واحد المنظار وجالس كيزومي عليهم وكيشوف فيهم، بقى مقابلهم غاديين حتى بعدو شويه ويشد داك المنظار ويخشي في واحد الشكاره كحله. صافي من بعد بما ان هاد القضيه هادي دوخاتهم، حبسوا داك البث المباشر في التلفازات وداك الشيء باش يبقاو يخدموا بسريه، باش حتى الا كان شي حد تيراقبهم ولا شي حاجه ما يعرفهمش، ما يعرفش ما يعرفش التحركات ديالهم. وبطبيعه الحال هما بداو كيشكوا بان شي واحد كاع في الاداره ديال البوليس هو اللي كيخرج التسريبات. فشكلوا واحد الفريق سري واختاروا فيه غير بعض ديال الاشخاص وصافي، وبداو كيديروا التصرفات ديالهم بلا ما يدرسوها ولا يديروها في لي غيونيون في الاداره ولا شوفها التلفازه. ديك التغطيه كامله حبسوها. المهم هاد القضيه هادي بدات كتدخل ليا في راسي، ولات عندي واحد الفضول غريب. من نهار بدات وانا كنسمع غير الاشاعات ولكن مع الوقت لقيت راسي بحال وليت كنعيش معاهم في هاد الاحداث. بحال ولات بحال ولات قضيه ديالي انا. شفت كيفاش جاك مورغان وإيمي كارتر وريتشارد هولمز كانوا كيقلبوا على الحقيقة خطوة بخطوة، مدابزين كل نهار ليل ونهار في ديك الأيام دازت علينا الروعة.
مروّع ترويعة في المدينة ديالنا، كل نهار كان كيبان شي دليل جديد، وكل مرة كانوا تيقولوا صافي راه شدينا راس الخيط، عاوتاني كيلقاو راسهم ما شدوا والو، كتخرج لهم شي حاجة جديدة، شي خنت آخر. وصلوا للمزرعة المهجورة، مشاو ليها، مشاو للمستشفى، مشاو للمسرح، كل مرة كيلقاو شي دليل في جهة أخرى. وحتى الأنفاق السرية اللي كانت تحت المدينة كل مرة كانوا كيقربوا من الحقيقة حتى كيلقاو شي حاجة، ومن بعد كيلقاو راسهم بحال ما لقاو والو. صافي المهم هي هذيك كيف ما قلت لكم، هاد القصة هادي ولات كتدخل ليا لراسي بزاف، لقيت راسي بلا ما نعيق بحال تأمبليكيت فيها، بحال خاصني وليت تعرف فيها بواحد الطريقة غير مباشرة. هي هذيك كيف ما قلت لكم بقاو كيقلبوا كل مرة، وصلوا للأنفاق. واحد النهار هما يوصلوا لواحد الغرفة سرية كانت عامرة بلا تلفزيون، بالشاشات والملفات وداك الشيء، ومن تما عرفوا باللي كاينه تما شي منظمة. هذه قضية ماشي ديال واحد ولا منظمة اللي تتخدم في المدينة ومن مدة قديمة، تخدم في الخفاء وسنوات طويلة وما خدامين، حيت داكشي الملفات اللي لقاو داكشي كبير وخطير. ومن بعد اكتشفوا واحد الصورة قديمة كان فيها واحد الطفل سميتو آدم روز. صافي تبعوه حتى وصلوا للكنيسة، بقاو تابعينه حتى بقاو متابعين آدم روز حتى وصلوا لواحد الكنيسة. هذيك الكنيسة مهجورة، ومن تما فاش اكتشفوا في ديك الكنيسة كاين واحد النفق سري واحد آخر. ولكن القضية ماشي ما سالاتش في هاد القضية، ما وقفاتش غير عند هاد المعلومة هذا. كان الدليل كل دليل كانوا كيلقاوه بحال اللي كيعطيوهم غير بيستا لواحد اللغز جديد خصهم يحلوه. يعني كل مرة كيلقاو شي لغز، وكل جواب كان كيجيب من موراه أسئلة، فهمتي؟ كيلقاو شي جواب كيخرجوا لهم أسئلة أخرى كيتطرحوا. وأنا ما كنت لا شرطي لا بوليسي لا محقق لا حتى شي حاجة، ولا عندي حتى شي علاقة بهذه القضية. ولكن أنا كنت ساكن واحد من السكان ديال ريد كريك، وكنراقب شنو كيديروا في المدينة ديالي. كنت كنخدم، كنرجع لداري وكنعيش حياتي بشكل عادي كما قلت لكم. حتى جا واحد النهار وخرجت نتمشى في الحي كيف ما كنخرج كل مرة، ودوزت من قدام الدار ديال واحد الشخص كانت الشرطة كتحقق في القضية ديالو، ومازال ما وقفاتش. ما هضرت مع حتى شي واحد، راه كنت قلت لكم كنت كنمشي نتمشى من داك البلاصة، ما دخلتش للدار ديالو، غير دزت من تما من داك الزنقة فيها التراب والشجيرات وكملت الطريق ديالي ورجعت. ولكن اللي ما كنتش عارف هو انه كانت تما محطوطة واحد الكاميرا صغيرة في الدار ديالو، كانت مركبة فوق الدار غير ورا، وصورتني وانا كنمر من تما. ومن بعد ساعات وصلت الشرطة عندي، وهنا فين غتبدا القصة. هي هذيك قالوا لي اجي خاصك تجي معنا، قلت لهم علاش؟ قال لاباس. بقيت كنضحك، قلت لهم راه باينه كاين شي سوء تفاهم. ولكن منين مشيت معاهم، دخلت المركز الشرطة، عرفت بلي الامور ماشي بسيطة، وراوني تسجيل الكاميرا وكان باين غير انا كنمر قدام الدار. وبسبب هاد اللقطة فقط بداو كيشكوا فيا، مهما شرحت ليهم انني غير كنت كنمشي في الطريق وفي الطريق العام وداك الشيء، ولكن ما تيقونيش، فهمتي؟ واخا هكاك انا في الاول بدا عليا واحد شويه ديال الارتباك نورمال، واحد تخلع ما عمرو مشى تما في داك النهار. المهم داك النهار غادي تبدل الحياة ديالي. ولكن السؤال شنو هو؟ واش غادي نقدر نثبت البراءة ديالي، ولا غادي يتم القبض عليا بسبب مجرد انني مريت من داك البلاصة والتصويرة ديالي بانت في داك الكاميرا في المكان الغلط وفي الوقت الغلط؟ الحلقة الجاية غادي نقول لكم البداية ديالي داخل أسوار السجون الأمريكية، والمرحلة اللي غادي تبدل حياتي إلى الأبد.